احلى مسا على الناس المحترمه، يا ناس يا محترمين، ياكم او في الله. بحبكم عشان انتوا اهلي وناسي واصحابي، ويحتبر عيلتي التانيه. كل سنه وانتوا طيبين يا احلى ناس في الدنيا بحالها. طبعا ناويه اعمل النهارده فصل البركات، بس انا ما اعرفش هو هيعرفه ولا لا. الفصل بقى اللي انا هقول لكم عليه، ناويه النهارده ان شاء الله باذن الله ااكله لحمه راس. طبعا ديت لحمه راس، وطبعا بركات ما يعرفش ان انا هعمل له لحمه راس. بركات انا مفهماه ان انا طبعا جايبه اللحمه اللي هي الكيلو فيه ب 270 جنيه، فانا طبعا جايبه ربع لحمه راس. طبعا عند نصه في التلاجة في الفريزر بعد ما غسلته طبعا وجهزته، والنص التاني دوت انا هعمله على بطاطس. زي ما قلت لكم ان انا مفهمه بركات ان دي لحمه من العاديه اللي من على السيبي، مش بس يا رب ما يعرفهاش، لان طبعا هي فيها فيها لسان، وفيها طبعا زي ما انتم شايفين كده عظم. هو طبعا عارف ان اللحمه ام 270 جنيه ما فيهاش عظم، واحنا طبعا كلنا المصريين بنحب لحمه الراس. يلا بقى على البركه. طبعا انا هخرط بطاطس طرنشات زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده البطاطسيه اللهم صل على النبي مخليها مليانه عشان ما تنهريش في قلب في قلب اللحم. بس طبعا بعمل حساب عشان ما بحبش البطاطسايه مهريه، بحب البطاطسايه الواحده بوحدتها كده. هتسالوني طبعا وتقولوا لي اشمعنى يا ام محمد البطاطس ديت بيضه والبطاطس ديت صفرة؟ طبعا ديت سبونطه ودي برم، دي سبونطه ودي برم. طبعا البرم يا جماعه ما بتتحمرش، اما السبونطه بتتحمر، عشان كده تبص لها صفرة كده وحلوه. البصل بره طرنشات. لازم انباع عن الحراق ده. وخلي البصله تحمر الاول، ما تحمرش حمار جامد، حمار خفيف كده. طب ليه مجهزه هنا الفلفل والكمون والملح والكزبره ونص معلقه شطه خفيفه كده، لان طبعا الفلفل اللي معايا دي ما بيبقاش حراق، الحرقيه بتاعته ما بتبقاش جامده قوي. طبعا يا جماعه انا غسلت البطاطس وجهزتها، رغم ان انا غسلاها بس لازم اغسلها تاني. طبعا مجهزه الطماطم وموضباها زي ما انتم شايفين كده. بتقولي ايه ساعه العصر لسه ميدان الان عشان تفطر. جحت ولا جعان والله؟ فل. بصوا بقى، احنا ما كلناش رز متحمر من زمان، دايما بناكل رز رز معمر او رز مدسوس زي ما بيسموه. فطبعا النهارده ان شاء الله باذن الله محمد ابني قال لي يا ماما انا عايز اكل رز رز بشعريه، فانا طبعا مش عايزه اخر له طلب، وعايزه اعمل له كل اللي هو عاوزه، وفي الاول وفي الاخر توفيق وسهل. صلى على الرسول وقول عليه افضل الصلاه والسلام. وما يحلاش الرز المعمر غير بحيث السمنه البلدي مع شويه الزيت.
يا نهار بالظبط. بصوا يا جماعه، يا دوبك على غسلت الرز لقيت اللهم صل على النبي حمار. لازم يا جماعه ما احطش الميه او ازود العقد بتاع الرز الا لما يكون الرز سخن مني خالص وما بقاش فيه ولا شوطه ميه من اللي انا كنت بغسل منها الرز دي، عشان خاطر يطلع رز ايه، يطلع رز مفرفر معايا وجميل. سامعين الطشه ديت بقى؟ قبل ما الطشه ديت بدات تبان كده في الرز يبقى كده الرز بتاعي نشف من اي ميه فيه. هبدا كده ان شاء الله باذن الله احط الايه، احط الميه بتاعتي او العقد بتاعي ازوده بيه. طبعا يا جماعه لو الرز جديد عندكم يعني لسه داخل من الارض عندكم، مش لازم ان انتم تزودوا الايه العقد ياما او الميه ياما، لازم تكون الميه يا دوبك مغطيه الرز زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله باذن الله هنجهز السلطه على ما يكون الرز طاب واللحمه بالبطاطس بتاعتي طابت ونرجع لكم. بس ادعوا لي من قلبكم ان بركات ما يعرفش اللحمه ان كانت لحمه راس ولا لحمه معديه. الرز فين يا ام محمد؟ احلى رز. احلى رز. وانت عامل رز محمر ولا ايه؟ ايوه عامله رز محمر بس والله بالصلاة العظيم. على النبي. طب والله العظيم احنا من المدسوس. لا بس المدسوس لا بص كده اوعى كده يا علي. الله بص ينور. والله العظيم بص مفرفر ازاي اهو. يا ام محمد تسلم ايدك، بس المدسوس لا يعلى عليه برضه. يا بركات احنا كل يوم بناكل مدسوس الله. كل يوم. بص يا بص الرز، بص الرز. هو انت مستخسر تعمل لنا مدسوس لا عاملها والله محمر؟ العظيم ابدا. بس بص الرز عامل ازاي والله العظيم مفرفر. والله العظيم زي العسل كنا قلنا حاجه، بس برضه المدسوس احسن برضه. ماشي يا عم، المره الجايه هعمل لك مدسوس. عاملين لحمه ولا ايه؟ هعمل لك لحمه من على السيبي. على السيبي؟ امال ايه؟ لا والله. دوق بقى كده وقول لي ايه رايك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. لحمه من على السيبي ام 270 جنيه. لا بس انا حاسس ان هي مش من على السيبي. اللي بص يا ماما. ليه؟ ماما دي اللي بص. ايه اللي خلاك تحس ان هي مش من على السيبي؟ اللحمه قدامك زي العسل اهي. بص كده ودوق. هي من على السيبي بيبقى فيها عظم ولا ايه؟ ايوه ايه المشكله؟ انا لو قلت له حط لي حته عظمه عشان خاطر ايه؟ تخلي اسمها البطاطس مسبكه كده وفيها ايه؟ وفيها ريحه اللحمه كده. تسلم ايدك يا ام محمد. ماما. خدي كده. ماما دي اللي بص. يلا احلى بص. ايه بابا عضناه ولا ايه؟ بابا معلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي يلا وكل يا علي. تيجي بابا عضناه من محمد ولا ايه؟ لا ديت لا والله ما لحمه من على السيبي. بتحلف بالله؟ ايوه والله ما لحمه من على بتحلف السيبي. بالله؟ ايوه والله. ايه اللي خلاك تقول لي مش لحمه من على السيبي؟ والله ده اللهم لحمة صل من على على النبي. لحمه عسل اهي. اللسان اهو. وفاه. دي لحمه من على السيبي؟ يلا كل يلا يا علي. اللسان اهو. اللسان اهو بيقول ايه؟ العجل اهو. بيقول لحمه من على السيبي، تلسان العجل اهو. 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 بيقول لحمه من على السيبي. بذمتكم دي لسان عجل دي؟ لحمه من على السيبي تاني. دي لسان عجل. ده ديت حته حمراء انا اللي حطاها. يا ام محمد دي والله ما لحمه من على السيبي. ما تحلفش بالله بركات. اهو والعظمه دي اهو. هتقول لحمه من على السيبي برضه؟ احلى لحمه من على السيبي. كل بقى كل قول الحمد طب لله. قولي وغلاوه امك دي لحمه من على السيبي؟ ها عرفتي بغلاوه طب والله أمك؟ العظيم لحمه بهاي. ما انا عارف لحمه بتاع دي لحمه عجول. طب ما انا عارف ان لحمه بلد. الجو، بس لحمه راس. مين اللي قالك يا لحمه راس؟ مش احنا كنا جايبين لحمه راس؟ ماشي. طب ما انا عيناها في الفريزر. لا ديت لحمه الراس ديت لحمه راس. انا قلت لك والله العظيم لحمه عجول بلد. طب ورحمه امك ديت مش لحمه راس؟ لحمه راس. ايوه انت هتكتبها عليها ولا ايه؟ الله عرفك بقى ان هي لحمه الراس. لسان العيج. مش انا قلت لكم ادعوا لي طيب عشان أنا خاطر بقول لحمة بركات ما يعرفش ان هي لحمه راس. دي لحمه راس كده بقى انتوا كده ما دعتوليش عشان كده بركات اعرف ان هي لحمه راس. لا لسان العجل في صينيه البطاطس. تعالوا افطروا معانا يا احلى ناس في الدنيا بحالها.